بصوا بقى شكل الكفتية يا جماعة. أكتر حاجة بحبها وأنا ماشي في الشارع ريحة كفتة الحاتي. معاكم الشيف أبانوب، والنهارده هديكوا سر كفتة الحاتي. يلا بينا. أول حاجة بستخدمها لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة دي لحمة يا جماعة لحمة بلدي فيها نسبة دهون. باخد يا جماعة اللحمة، بصوا اللحمة زي ما قلت لكم لحمة إيه؟ لحمة بلدي. ده كيلو لحمة عليه نسبة من 20 ل 25% دهون. بصوا يا جماعة شكلها حلو وجميل إزاي. تعالوا بقى نصفي البصل. أول حاجة بقى البصل ده مفروم، بصلتين حلوين. هاخد بقى رشة ملح، هبدأ كده أدعك البصلاية علشان البصل ينزل المية بتاعته. بصوا يا جماعة هاخد بقى كده طبق وابدا اصفي ميه البصل. انا بقى مش عاوز الميه خالص، انا هستخدمها بس اقول لكم استخدمها في ايه بعد الفيديو. هبدا كده اصفي بقى واخد طبق اللحمه وانزل عليه بالتفل بتاع البصل. بصوا يا جماعه البصل ناشف ازاي. هبدا بقى احط شويه من التوابل. ايه بقى هي التوابل بتاعتي؟ عندي بقى رشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، وكمان رشه من السبع بهارات. بصوا يا جماعه بيقولوا لي بقى الكفته عندنا لما بنيجي نعملها في البيت بتبقى كده مكتومه، يعني مش هشه. السر بقى هنا بيكنج باودر. هحط بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر. هتقولوا لي يا عم هتحط بيكنج باودر على الكفته دي هتبقى كيكه؟ هقول لكم لا، اسمعوا بس كلامي. وهبدا بقى اعجن شويه حاجات حلوه قوي. بصوا يا جماعه اللحمه، بصوا بقى بتقولوا لي كتير طب احنا عاوزين نصبحه وما عندناش زيت في البيت. ادي معلقه هي بظهرها، هاخد فيها شويه من الزيت وابدا كده ادهن بالمعلقه. واخد ايه بقى المفرومه بتاعتي وابدا كده. بصوا شكلها حلو ازاي. بصوا الصباع كده لازم يكون حلو وجميل علشان احنا اللي هناكلها في البيت. بصوا يا جماعه الكفته حلوه ازاي. زي ما قلت لكم دي لحمه بلدي، احنا عاوزين كفته كده. الكفته عندي جاهزه، هبدا ادخلها الفرن على درجه حراره 180 من ربع ساعه لتلت ساعه. وبعد ما عدى ربع ساعه هنبدا بقى ايه نحضر الطبق بتاعنا. طبعا انتوا عارفين كفته الحاتي تحب البقدونس، بقدونس كتير كفته كتير. تعالوا بقى نشوف الكفته جاهزه ولا لا. هنروح الفرن الجميل بتاعنا. اوبا الكفته بقى جميله وعسل. بصوا يا جماعه دي فايده الكفته البلدي. ابدا كده، بصوا الحلاوه والجمال. هبدا بقى ارص الكفته بتاعتي. هتقولوا لي ايه يا عم الكفته الكبيره دي؟ هقول لكم بقى ما ده بقى للبيت. اعمل كفته بقى كده وايه ادلع الناس. ايه الحلاوه دي؟ شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال؟ طبعا ناقصها حاجه، رشه بقدونس على الكفته. وكده عملت اسهل كفته الحاتي بطريقه سهله جدا. طبعا الكفته ناقصها حاجه، طبعا ناقصها طبق طحينه. تعالوا بقى نشوف الكفته دي طعمها ايه. بصوا بقى شكل الكفتيه يا جماعه، بصوا الحلاوه يا جماعه. تعالوا بقى من جوه، بصوا حلوه وجميله ازاي. يلا بقى في الطحينه الجميله بتاعتنا. وكده عملنا كفته الحاتي زي ما قلت لكم. الوصفه توب مع الشيف ابانوب. زي ما قلت لكم الوصفه توب مع الشيف ابانوب.